في هاد 10 سنين هادي حضرت بزاف ديال المكملات الغذائية اللي كيطلعوا في الطوندونس في انستغرام فيسبوك الى اخره، وبزاف كيغبروا. علاش؟ حيت بكل بساطة واحد المكملات يلاه كيبدا يبان لهم شوية ديال الدراسات اللي ايجابيين، كيبداو الناس يبرحوا بهم ويدويو عليهم على اساس انهم هما المعجزة اللي غادي يحلوا لك المشاكل ديالك. ولكن من بعد ملي كدوز مده وكيكثروا هذوك الدراسات، كيبدا يبان بلي ان داكشي عادي تماما وما كاين حتى شي حاجه اللي ممكن الواحد يفرح بها. المشكل حاليا هو ان البائع ولا كيتعامل بذكاء مع هادشي، بحيث انه تخلى على هذوك المكملات اللي ما صالحين لوالو، وبدا كيعتمد اكثر على هذوك المكملات اللي فيهم شويه ديال الضوء. لكن هنايا فين انت كيجي الدور ديالك، واللي كيخصك فريمون دير الابحاث ديالك الخاصه باش تعرف هذاك المكمل واش نيت بصح صالح لك نتايا كشخص في هذيك السيتوياسيون اللي انت فيها ولا لا. كيفاش نقلب في هادشي اولا كيفاش نعرف شنو اللي صالح ليا ولا لا؟ نقول لك انك تبدا بالتوجيهات اللي حاطينهم خبراء ديال هذا المجال، كمثلا السلم ديال دكتور تريكسلر اولا الموقع ديال examen دوت كوم، اللي كتعتبروا كبدايه مزيانه انك تفهم وتعرف اشنا هو المكمل اللي ممكن يصلح لك، المكمل اللي فريمون كيعاون وغيصلح لك، والمكمل اللي ما صالح لوالو.